اليوم غنهضروا على قصة غدر الزمان أولا غدر الصحابات. حليمة وفؤاد، قصة حب بدات من البراكة وصلت للفيلات. 20 عام ديال الصبر. كانت حليمة كتصبن حوايج فؤاد بيديها حيت ما كانش عندهم تمن الصابون. كانت كتقول المهم هو السقف اللي جامعنا، ما كانتش عارفة شنو غيطرى. حتى السقف طاح عليها نهار دخلت نادية اللفعة. فؤاد ما كانش خدام شي خدمة، كان غير كيديباني من لهنا ولهنا. كان كيجيب 20 درهم في النهار. وحليمة مرا وقادة كتسيرها في سيمانة، باعت دهب امها، باعت حتى الخواتم اللي جاب ليها في عرسها باش يشري هوندا ويخدم بيها. كافحات معاه وصبرات معاه. كانوا بعد المرات كينعسوا بلا ماكله. ما كانتش بحال لياتها، ما كانت تصبغ شعرها، ما كانت تصايب حالتها، ما عندها جلابه جديده، والو. صابره عليه. كان كيقول ليها انتي هي النويويره ديال حياتي، عمري نفرط فيك. صبرتي معايا وعشتي معايا لحظه بلحظه هاد الفقر كله. نهار ربي يسهل عليا انتي هي اول وحده غندير ليها اللي بغات. ما كانتش عارفه فؤاد الغدار بدل الهوندا بالرانج، وبدل القلب اللي كان كيبغيها بقلب كيبغي المظاهر. المهم، هاد نادية هادي صاحبة حليمة من ايام الابتدائي. كانت عايشة في فرنسا، كانت غير كديباني تما مجوجة بواحد الشارف. دات لي فلوسو كاملين، حتى حاجة ما مقنعاها. بقى عليها حتى طلقها وجات للمغرب. جات هربانة حيت هي اكبر نصابة. هاد حليمة بنيتها الصافية فتحت ليها باب دارها. كانت نادية كتقول ليها يا اختي حليمة، فؤاد راه راجل ونص، سعداتك بيه، ماشي بحال داك المريوه الشارف اللي كان عندي، جرى عليا بلا ريال بلا جوج. وهي بحيت بطبعها الغدر في قلبها كتقول هاد الراجل خصو يكون ديالي وغادي يكون ديالي. هاد نادية اللفعة ديما في الدار كتلبس شي حوايج في شكال، وديما كتبقى ترقق صوتها. حليمة اختي، شفت فؤاد هاد الايام كيبان مهموم، وانتي شت كاع ما بقيتي كديها في راسك، راه الراجل كيبغي العين تشبع قبل الكرش، مالك وليتي هكا حالتك؟ حليمة جاوباتها والله يا نادية اختي لا غير تمارة ديال الدراري، والدار واخده ليا وقتي كله، فؤاد راه عارف صابر عليا. نادية جاوباتها بواحد الضحكة صفرة، ايه صابر، الصبر راه مزيان، ولكن جديد له جدة والبالي لا تفرط فيه. غير نصيحة هادي اختي من عند اختك، شافت في الدنيا وعرفات. نادية اللفعة عارفة ما دير، كانت ديما كتلبس حوايج عصرية وريحتها عاطية وعينيها كيدوروا في الدار بحال الرادار. بدات كتلعب الخطة ديالها وكتجلس مع فؤاد فاش حليمة كتكون مشغولة بالدراري. بدات كتقول ليه الراجل بحالك خصو مرا اللي تلم عليه صورته برا، ماشي اللي تقابل غير الكوزينة وحالته حالة. نهار على نهار على نهار بدات كتعمر له راسو. فؤاد تبدل، ما بقاش كياكل في الدار، تليفونو ديما فيه الكود. حليمة لقات رسائل بينه وبين نادية، رسائل فيها الغدر والحب. حليمة ما جا قدام عينيها غير نهار باعت عليه ذهبها. فاش قال لها سمحي لي يا حليمة، بعنا لك ذهبك ولا حتى نعوضك فاش يفتح ربي بيبان الخير. كان جاوبات وقالت ليه فؤاد الذهب هو وجهك والرزق كيجي ويروح، مهم نوقفوا على رجلينا. فؤاد الغدار ما عقل على والو، لا ملح لا شراب لا ذهب لا حتى حاجه. ولات كتبان ليه غينه ديال الفيعه قدامه، ما عرفش داخ مسكين. فاش جات عنده حليمه وواجهاتو بهداك الشي اللي شافت، قال ليها وراني عييت من الصبر من الروتين، وناديه غتكون مراتي الثانيه، وهي اللي غتمشي معايا لفرنسا باش نكبروا الخدمه، هي موالفه بتما. حليمه جاوباتو مصدومه، ناديه صاحبتي اللي وكلتها من طبلتي، والذهب ديالي اللي بعتو عليك باش توقف على رجليك، وال20 عام ديال العشرة فين غنديرها انا؟ فين نسيتيها؟ جاوبها فؤاد دهب نرجعو ليك فلوس، والدراري راه كبروا. نادية مرا كتفهم في البيزنس ومطورة، وانتي بقيتي بلاصتك ما زدتيش لقدام. حليمة جاوباتو بحرقة، انا بقيت في بلاصتي حيت كنت كنحمي لك ظهرك، ولكن الله كبيرة فؤاد اللي غدر العشرة وباع اللي صبرت معاه على الحفا على قبل وحدة جاية من الزنقة، ربي غيخلصو. ودازت ليام ودار الزمان والزمان ما كيرحمش. نادية اللي جات من برا بالضحكة الصفرة وباعت الأوهام الفؤاد ما كانتش باغية قلبه، كانت باغية الرزق اللي جمعاتو حليمة بدم جوفها. غير سدات عليه بيبان الرجوع وبدات كتجر فيه لفرنسا. تما بدات الحقيقة كتشخص. نادية
بدات كتصرف فلوسه في السهرات والمظاهر. ونهار طاح فؤاد مريض وما بقاش كينتج، لاحته في الزنقه بحال شي زيف موسخ. فؤاد تزاد عليه الحال وطاح بالمرض. نادية، راه الطبيب قال لي خاصني الراحه والفلوس اللي في الحساب بدات كتسالي، عاونيني. نادية جاوباتو بواحد الصوت مستفز: شوف فؤاد، انا تزوجت براجل عنده الفلوس، ماشي بشي باني مريض خاصني نقابلو. سير عند حليمة ديالك اللي صبرات معاك على الحفا، انا هاد الحياة ما مسلكانيش. حليمة من نهار خرج فؤاد من حياتها ما طاحتش، مسحت دموعها وقالت: اللي عطاني فؤاد يعطيني حسن منه. رجعت لهوايتها القديمة في الخياطة، وبدات بماكينة صغيرة في واحد الركن ديال الدار. بفضل الله رزقها حلال، كبرت مشروعها ولات مقاولة كيهضروا عليها الناس. ولادها كبروا وجاو في صفها حيت شافوا العز في وجه امهم. واحد العشية وقف واحد الراجل قدام المحل ديال حليمة، شعره شاب وظهره تقوس. كان هو فؤاد، جاي يطلب السماحة. جا يقول ليها: غلطت يا حليمة، نادية خلاتني بلا ريال بلا جوج. حليمة بقات كتشوف فيه، ماشي بالحقد ولكن بالشفاقة. قالت ليه كلمة واحدة خلاتو يبكي بحال الدري الصغير: فؤاد، السماح بيني وبين الله، اما انا في العشرة اللي هانت عليك حتى انا هانت عليا، والدار اللي بنيناها بالصبر هدمتيها بيديك، وما كاينش اللي كيبني الدار فوق الرماد. سمعوا لي العيالات، سمعوا لي الصحابات، وكل وحده كتشوف هاد القصه. الغدر راه كيبني جبل من الثلج، كيبان عالي عالي، ومع اول شمس كيدوب ويغرق صاحبه. كوني ذكيه وخبي ذهبك لزمانك، وما تعطيش كاع ساروت حياتك لراجل يقدر يتبدل فرمشة عين. والصحبه راه عمله نادره، واللي كتدخل دارك وتكشف سرك راه ماشي ديما باغيه لك الخير. واخر حاجه، القوه هي فاش كطيحي وتوقفي بوحدك. الرزق ماشي هو الراجل، الرزق هو الصحه وعزه النفس ورضا الله.